السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، انا كل يوم كده او يوم، يعني كل فترة كده الاقي النمل ده يظهر عندي في الشقة. والله تعبت معاه لان انا بنضف باستمرار الحمد لله، وبمسح بمطهر وبمسح بكلور وبمسح مؤخرا حد قال لي حطي ملح في الاركان وامسحي بملح، بقيت اعمل كده. وزي ما انتوا شايفين برضو ما فيش، وبرش بودرة اللي هي بودرة النمل دي، وينتهي من المكان ده الاقيه طلع لي في مكان تاني. مش عارفة بصراحة، يعني المفروض ان احنا في الشتاء ما فيش الحاجات دي بتظهر في الاماكن. يعني معروف ان في الصيف بيبقى فيه حشرات كتير وكده. طب احنا دلوقتي في الشتاء ليه النمل موجود عندي في الشقة وبيطلع بالطريقة الفظيعة دي؟ كل يوم او يوم بعد يوم الاقي ايه طالع لي من كل حتة شكل في الشقة اهو. بصوا المنظر، مش هنا بس، لا ده في اماكن كتير. يعني انا صورت مكانين. ده قدام اوضه النوم، ده باب اوضه النوم، بصوا المنظر. وعلى باب الشقة، بس باب الشقة انا ما صورتوش. وكمان في اوضه النوم جواها اوضه كده تاني، عاملينها كده زي انتريه او حاجة. برضو الباب التاني ده برضو لقيته مليان. كل ده هتشوفوه معانا في الفيديو، يعني بطريقة يعني ربنا يعافينا يا رب، ويبعد عنا العيون الوحشة. الواحد ما بيبصش لحاجة غيره، والله العظيم ربنا يعلم بيتمنى الخير للناس. فمش عارفة الناس مالها ومالنا، يعني على ما اعتقد يعني ان بيقولوا حتى. هنا بقى كان اوضه النوم، باب التاني اللي بيودي على الانتريه. برضو بعدها بيومين بالظبط لقيت المنظر ده. بصوا، يعني حاجة بشعة بصراحة، ما منظر بشع اللي بيشوفه بيشمئز منه. مش عارفة بصراحة يعني ليه كل ده، مع اني بجد يعني الحمد لله على طول الرقية الشرعية، على طول سورة البقرة. يعني بحاول على قد ما اقدر اني اعمل الحاجة اللي تشيل الحاجات دي من البيت، بس مش عارفة بصراحة، مش متسابة في حالي. النمل زي ما انتوا شايفين يعني المشكلة ان هو بيطلع لي في اماكن غريبة. يعني الاقيه طالع من الدولاب نفسه، السرير، المطبخ بطريقة غريبة، باب الشقة بطريقة بشعة برضو. آه، في اليوم ده لقيته منتشر في الشقة كلها، على الكراسي، على السرير، على السيراميك كله، في الحيطان. ابقى قاعدة كده ابص الاقي النمل ينزل عليا. فبجد يعني حاجة، الحمد لله على كل حال. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا من العيون البصاصة. انا زي ما بيقولوا ان الحاجات دي بتبقى حسد، فربنا يرحمنا يعني، وكل واحد يسيب كل واحد في حاله، وربنا عالم باحوال الناس جواها إيه اصلا. طبعا انا هنا كنت برش بودرة لحد ما اشوف صرفة ليه. واهو الحمد لله على كل حال، والحمد لله على اللي يجيبه ربنا. اسيبكم بقى ايه مع الفيديو تشوفوا ما حذفتش اي اصوات منه، وتشوفوا بقى الصدمة اللي احنا كنا فيها. ان المنظر في وقتها بيبقى بشع بصراحة، والحاجة يعني بتبقى شكلها فظيع حواليها كده لما تبقى الدنيا كلها نمل حواليا. فربنا يعافينا يا رب. اسيبكم بقى مع الفيديو وتشوفوه. ده كله ده أول وجميع الأحجام. يا لهوي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
جاي لحد فين؟ بص كده على ايدي. إذا تلاقي حد منكم عامل كده على ايدي. لا. هاتي بودرة. وهنا. بص فين؟ هاتي بودرة. جوه في العلبة أنا عندي. فوق الغسالة. أنا غسال. اوتوماتيك يا بابا. أنت يلا. لا وبطريقة غبية. بص يعني في الأركان. بس. اهدى. هو. ده جميل الأهجان. ايه يا براء؟ جميل الأهجان. الأهجان على الحيط. بتاع المروحة برضه. بتاع المروحة. هو ده. اه انا بقى هقعد اعطس بقى والبرد عندي. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر بس على الترابيزة حاسد اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. بس البودرة اول ما جت عليه لا حول ولا قوه الا بالله. رش يا بابا عند ثواني ما ترشش. رش هنا. رش في الجحر ده. في الجحر ده. هو. روح يا زكريا جوه. روح يا زكريا جوه. ما تجيلك حاجة. طب وفوق في الوزرة دي هتعملها ازاي؟ انت بتعجع على بقك. ده وشك. لا حول ولا قوة الا بالله. افتح باب الشقة شوية. تعالي يا براء. خش جوه. خلاص بقى يا معلم. خلاص كفاية رشيك كتير. افتح باب الشقة شوية. افتح باب الشقة شوية. جزار العيش فتح على بعضه. عش ايه؟ نعمل ده على ده. نعم. كده مش هتسيب التليفون. يلا ناموا بقى يا زكريا. كفاية يا بابا ناموا بقى. هتسمع كلام امك. لا حول ولا قوة إلا بالله.